اسمع مني يا دبابة، التمرين بعد الفطار هو اللي هيجيب من الآخر. بس أنا سمعت لو عايز تنشف التمرين قبل الفطار هو الأحسن، ولا أنت رأيك إيه يا دوك؟ في الحقيقة التمرين بعد السحور هو الأساس، لأن أنت بتكون لسه واكل والجيم الصراحة بيبقى فاضي. الحقيقة في الأيام العادية مش فارقة تتمرن صايم ولا لأ، مادام بتطبق التغذية السليمة بشكل مظبوط. لكن في رمضان القواعد بتتغير وفي عنصر بيغير مفهوم اللعبة كلها، وهو الجفاف. قلة المية دي للأسف بتعمل 3 مشاكل أساسية: السوائل حوالين المفاصل بتقل وده بيزود خطر الإصابة نسبيا، لزوجة الدم بتزيد وده بيقلل وصول الأكسجين للعضلات وبالتالي أداء أقل، البروفايل بتاع الهرمونات بيتأثر في ذروة الصيام مع الجفاف وده بيخلي الكورتيزول بيعلى جدا والتستوستيرون بيقع وده بيخلي الجسم في حالة طوارئ وبيأثر على الأداء والنتيجة. لو فاكر كده الموضوع اتحسم، استنى لأني هقولك ازاي توصل لأفضل نتيجة في رمضان حسب وقتك المتاح. السيناريو المثالي لو ما عندكش مشكلة في الوقت، إنك تعمل قبل الفطار كارديو من خفيف لمتوسط بس ما تزيدش عن نص ساعة، لأن بيكون هنا في أفضلية لحرق الدهون كمصدر طاقة أولي، بسبب إن هنا الأنسولين مستواه بيبقى قليل ومخازن الجلايكوجين في الكبد برضه بتكون قلت. بس هتفطر على طول بعدها وتقدر تتمرن تمارين الحديد بعد الفطار ب3 ساعات، وبكده تكون حققت الاستفادة القصوى من التمرين في رمضان. أما السيناريو التاني لو أنت وقتك محدود، تقدر تتمرن بعد الفطار بساعتين لأن مستوى التستوستيرون بيبقى عالي، بس ركز في شرب المية في الفطار واهتم بوجبة قبل التمرين. السيناريو التالت لو مش هتعرف تتمرن غير قبل الفطار، ما تقلقش لان اي نعم مخزون الجلايكوجين بيكون قل في الكبد لكن نسبته بتكون كويسه في العضلات، فهتقدر تتمرن بس لازم تطبق الشروط دي بالحرف. خلي تمرينك يكون قبل المغرب بساعه بالظبط، هتقلل الاوزان القصوى بتاعتك شويه لكن هتزود عدات اكتر عشان تقرب من الفشل العضلي بس تتجنب خطر الاصابه بسبب الجفاف. لازم تفطر فورا بعد التمرين فطار يكون فيه كارب سريع الامتصاص مع كميه بروتين مناسبه ودهون قليله، ولكن اجل مصادر الالياف شويه. رمضان كريم عليكم، ما تنساش تعمل لي فولو عشان توصل لاحسن نسخة من نفسك في رمضان.